السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعات قناة وصفات وأسرار الصحراوية. دمتم شبيبات متألقات دائما، أهلا وسهلا بكم. فيديو اليوم ماسك لتقوية الشعر وعلاجه، وماسك للصقيع أو ضربات الشمس، والشرح آخر الفيديو. هذو الأعشاب ديال الراس، هذه التخليطة جيبيها من عند العطار واجدة. هذا السواك زين في جلدة الراس، شوي من الكمون الصوفي والله كمون الرق، هذا شوي من السدر، هذا الشيح شوي منه معقم زين في قشفة الراس وجلدة الراس، غرنفل، هذا الغسول البلدي العادي غير تأكدوا عنه حر، وهذه الحنة مي حارة بيا أنا سابغة زغبيل باغيها تطلص يدير الحنة الحارة. هي نجي هون اللي ندير المكونات اللي نكب عليها الماء الفايض. المكونات هون السدر والشيح والكمون والغرنفل، وهون الاعشاب والسواك زين، وهذا اللي نخلوه هو اخر شيء اللي نرقدو، هذا اقل شيء ساعتين، اقل شيء في الماء الفايض، ونديروه على نار مهيله لين يفيض ويطلس حتى نوريكم شي تعدلوا به. نراها درك ولي تقريبا نزيد على هذا القياس كاسين كبار من الماء، كسر ناره صغيره، نحركهم ونخليهم يترقدوا اقل شي ساعتين، ومن فم ليه نصفيهم. طبعا وشي توصيل باش الزيوت المتطايره ما تمشي، والغسول نخلوه هو الاخير حتى نضيفوه هو الحنه، هذه الحنه الناتله اللي ما تطلص. شوفوا الطفيلات، الاعشاب زينين في الزغبة، سواء انتي تسقي او ما تسقي، انا انسانه نسبه كل شهر، ومع ذلك ما قد فرطت في الاعشاب، وعندي تساقط حاد من التسمم، ما عندي فقر دم، ما عندي والو من الفيتامينات، عندي من التوكال، ومع ذلك تبارك الله مقاومه لا بسبة الاعشاب. هذا الغسول بلدي، صبي عليه شي من الماء الحامي وخليه يذوب، في الوقت اللي ترقدوا الاعشاب هو ينطلس معنا شوي. هون تخطات ساعتين على الاعشاب، نديرهم على نار مهيله لين يفيضوا مزيان، وراهو لا القياس هاضري كان ندير لا لوسيون مو كي اللبخه تعود ثقيله، يعني كاس صغير قادك لزغبك. احسن حاجه انا بالنسبه لي هي تعدلي الاعشاب على شكل لوسيون، تعدليه لزغبك، استفاد منه الزغب اكثر وانتي ما تتعذبي. راه فاض على نار مهيله، طفو عنه ضريك، نضيفو ضريك الغسول المرقد والحنة على هذا الخليط ونخلوه. ضفت ضريك الغسول والحنة ما حدو حامي، وليه نغطوه نخلوه ليلة كاملة، وغدا ان شاء الله نعدلوه نصفوه ونعدلوه على شكل اوسيون للصغب. فهمت؟ هذا كاس كبير نجي نعدل فيه ليبة رقيقة ونصفي فيه الخليط. المهم انا درك نوريكم باش نثبت الفيديو، وانتوما خلوه هكا، بغيت نوريكم لا شوي، خلوه يبات ليلة كاملة حتى نتصفوه. شوفوا بهذه الطريقة دريك كبيتو، درتو في صفايه ودرتو في الكاس. انا اللي نرجعو باش يقعد ليله كامله، لا بغيت نكمل لكم الفيديوهات لعل غدا ما نصيب نصور. بالنسبه لطريقه الاستعمال، يا اما سرنقه، يا اما هذا الرشاشه، يا اما هذه ديال الكاتشب، او حتى تقدري ديري لا صباعك فيه وتسمي تشقي به زغبك، باي طريقه بغيتي ديريه
وقعدي به ليله كامله او اقل شيء 4 سوايع. ولا كنتي كاع ما عندك الوقت ديريه ودخلي الحمام، لان السخونه ديال الحمام تعاون الزغبه عنها تمتص بالعجله. بالصحه والراحه. هذا الماسك عدلوه اسبوعيا وتفقدوني. بالنسبة لتخليطة الأعشاب اللي تقيسي العطار تقولي له يعطيك تخليطة أعشاب لتقوية الشعر، اللي يعطيك مجموعة من الأعشاب، نقيها مسحيها صهديها شوي في الفران، لا دي الفران يحمى وطفيه وعدلي فيه الأعشاب وديها عنده يطحنها مزيان وغربليها بغربال رقيق وعدليها في بطة وعديها في الفريغو. كل مرة انتي تخدمي وصفة نتصري من ذو الأعشاب تقدي تخدمي بيهم قاع لا وحدهم، تقدي تعدلي الإضافات اللي وريتك. بالنسبة للطفيلات اللي صغبهم طايح حتى، عاونوا بالمينوكسيديل مع الأعشاب. شوفي المينوكسيديل راه ليه يوقف التساقط، يا غير باش تخلف الزغبة وتزيان وتكسر وتطوال خاصها الأعشاب. ولو تعودي تصبغي عدلي الأعشاب وعدليهم ذي الطريقة اللي قلت لك. مستخلص الأعشاب يعود مائي، صفيه مزيان بليبة ولا بملحفة ولا بثوب حياتي وعدليه في رشاشة واستعمليه على راسك تمي رشي من 2-3 من يشوف رجعين توفى عندك الكمية اللي انتي استخلصتيها من ذوك الأعشاب، أحسن من ديك اللبخة ثقل على الراس توسخ الدار وما عندها فايدة. يعني الفايدة اللي عندها هي أن المستخلص ديالها يمصوا الزغب وتمصوا البصيلة. فمن الأخر هذاك اللوسيون خلوه يبات، أنا راني صورت لكم حامل لا بيا خفت غدا ما نصيب نصور، خلوه يبات والنهار الثاني صفوه مزيان واستعملوه كما مستخلص أعشاب أو لوسيون لزغبكم. نطرح لكم غريك فيديو ديال الصقيع واللي يعود مولي الشرح آخر الفيديو. والله ضربة الشمس. هذا الغسول في هذا الحمان هو المنقذ الرسمي لكم. إلا لقيتو ما الزهر هذيك هي ما لقيتو خدموا غير بالماء العادي البارد. انا زغبي تقدو 40 غرام، شوفوا نتوما كل وحده وزغبها. المهم 40 غرام من الماء البارد، ندير عليه 4 لتر من باطل من 40 غرام من الغسول بلدي، وندير عليه هذا 4 لتر من الماء البارد. ومنين يذوب نديرو الزغبي نمسح يا هاد الحمان ضريب. عرفتي الراس لما تميتي ديروا له الغسول هذا تمرضي في صحتك. 4 لتر تقريبا هي كاس وصافي خليه يذوب. منين يذوب نوريه لكم. حلاب شفتوا العجل اللي ندير راسي دريك حالا، ما تحتاجوا ديروا معاه اي حاجه ثانيه. هذا فقط ديري لزغبك خليه ينشف وغسليه، يعني ما يبات ماشي غير مجرد ما تشوفي زغبك نشف هذه مص عنك كاع الحمان. الله يستر اللي في راسك، لان المخ يقبض الحمان، هذا يحيد الصقيع. ذا الماسك الطفيلات اي وحده عندها الصقيع، الشرح للناس اللي ما يعرفه شنو الصقيع، اللي هو الحراره اللي يقبضها المخ. تحسي عن مخك فيه نبض، عن عقلك لا يطير من بلده، تحسي عنه راسك ثقيل غير ذاك التمي لا طارحتيه على الوساده، تحسي عن قابضك الرداد، تحسي عنك مانك حامله حد يتكلم، عينيك ثقال. هاو كامل اعراض الصقيع، وخالط عليهم شي من أعراض ضربات الشمس. الصقيع يجيك من شنو؟ كنتي في كوزينة حامية، دارك في الحمان حمات وانتي قاعدة فيها، كنتي في وتة تحاني حد وزمتت عليك، هذا كامل. كنتي تشوي، تيتي نهار حامي، هذا كامل يجي عناصر الصقيع أو الحرارة اللي تعود يكتسبها المخ. بالنسبة للدواء ذا الغسول مع الماء، ولا بغيتي تصرعيها مع قوليلي ماء الزهر. بالنسبة
للدواء النهائي، لأنه هذا لا مسكن. الدواء النهائي هو تمشي للبحر الفجر بكري، ديك التراب اللي ضال عليها نجوم الليل، اللي ماشي عليها الماء البارد، تقبضيها وتعدليها كيف حنة على راسك. وما فهمت قعدي ديك قولي نص ساعة بحال هاك، ملي تعودي تفاجئ الحال تدخلي البحر تعومي في الفجر في الماء اللي بايتين عليه نجوم الليل. هذا ماسك ودواء نهائي للصقيع، يتقعدي سنوات مولي عنه. بالنسبة للناس اللي عندهم ضربات الشمس، هذا الماسك اللي عطيتكم يعدلوا ماسك ويعدلوا مشروب. الماسك الأول ديال الغسول والماء، ما الزهر ولا الماء العادي البارد، ما يعود مولي بارد قبال، يعود لا بارد القياس، لأن العقل راه ديك الساعة العروق فيه حاميين، يعود بارد لا القياس، ما بارد القياس. تخلطوا معاه المخينزة، تقيسوا العطار تقولوا له عطينا عشبة المخينزة، سواء خضراء ولا يابسة، تدقوها تطحنوها تخلطوها مع هذا الماسك وتخلوها لين تنقع وتعدلوها على راسو، وتقوموا تعدلوا له مشروب من المخينزة. تقبضوا الليمون فريش تعصروه وتفيضوه مع المخينزة وتخلوه لين يبرد عادي، وتعطوه للمريض يشربو ويرقد. علوا العملية نوبتين ولا ثلاثة. ضربة الشمس راهي الخير والعافية تدي للموت. هذو العلاجات المتعارف عليهم، والقدام واللي الكولا كامل يعرفوهم ومعترفين بيهم، ولقد عدلناهم وعبرنا الحمد لله. الطفيلات المتتبعات اللي تلاحظوا عني طرحت فيديو فيه نفس الفيديوهات تقريبا نفس الكلام، وعقبت حذفت وعقبت رجعت وعقبت مولي عدلته، خاصني نحذفه مولي درك. اليوتيوب ما بغى يقبل لي انه يدخل عليه ارباح، قال لك انا دايره شي مخالفه. انا ما عندي اي مخالفه، ما فهمت. مشيت للمراجعه ورجع لي الفيديو من المراجعه ديال اليوتيوب ان ما عندي اي خلاف، ورجعت طرحت الفيديو طلع نفس الشيء. ما فهمت، يا غير راني نعلم مولي المونتاج دريك ونشوف الاخبار شنهي، الى نفس المشكل راني نخليه وتوه. المهم نشكر 250 طفلة اللي منين ينطرح الفيديو ما يكمل 24 ساعة تدخل وتتفرج. نشكر الطفيلات كامل اللي تلفنوا يباركوا لي العيد. نشكر الطفيلات اللي تلفنوا بيعدلوا التعبية على حساب انهم دوروا يتكلموا معايا وتوحشوني متتبعات، ولا هما اللي كليانات والله نو متتبعات. نشكر كل الكليانات اللي عدلوا فيا الثقة وتبعوا معايا. وندائي لكل وحدة كانت صاحبتي من متتبعاتي وغبرت عليا، والله إلا حشومة عليك. وحدات ماني باغا نسمي الأسماء، اثنين قاع باقيات فيا قبالة، شيماء وحنان. غبرت غبرة شينة وما هي الله، وكنت نعتبركم أخواتي الصغارات. لا إله إلا الله. سبحان الله، تلقي ناس تبغيهم يبغوك فجأة يقطعوا وما عندهم عذر. أنا رقمي مطروح في الإنترنت، أنا لو كان عندي لهم أرقامهم قفلت، لو كان عندي لهم أرقام والله حيلة باش نعرف بلدهم لين أعرف بلدهم. مهم ما ظنيتهم يصنتوا، لا عادوا يصنتوا. نتمنى أنكم تكلموا معايا نهار توحشتكم. طفيلات كاملات اللي نعرفكم نبغيكم، واللي ما نعرفكم نبغيكم. مشكورات أنكم تبعتني. مرحبا وسهلا بكم كاملات، دمتم شبيبات متألقات دائما. أهلا وسهلا بكم.